اللهم صل وسلم على سيد الخلق محمد عليه ألف صلاة وسلام. إن شاء الله حباباتي هذا الفيديو يلقاكم بخير وفرحانين. طلبوا مني حباباتي وصفة لي ميني بيتزا، كنا رايحين نديروها للعشاء، قلت لك انتي قارعين نصوروها ونبارطاجوها مع حباباتي. كما راكم تشوفوا وانا وجدت الكنتي لاصوص اللي نديروها لهذه لي ميني بيتزا، وانا درت كيلو تاع طماطم وكل وحده والافراد العائله تاعها درتها في هذا الاشوار وطحنتها. بعد اللي طحنت الطماطم تاعي دوك راني درتها في المقله، ندير عليها شويه ثوم رابي وشويه تاع حرور ونص مغرفه صغيره تاع ملح، الملح على حسب الذوق كما راكم تشوفوا، وزدت لها شويه تاع زعتره ومغرفه كبيره تاع سكر باه ما تجينيش الطماطم تاعي حامضه، وندير الزيت ونديرها فوق النار ونخليها حتى اللي يطيب لي. وذاك نوجد فاني الخليط اللي فاني باين نديروه في البيتزا. عندي هنا 2 حبات تاع بصل، نجيب الاشوار اليدوي ونطحنهم كما راكم تشوفوا. كي طحنيه مكعبات صغار، ما ترابيش بزاف باه ما يطلقلكش الماء كما راكم تشوفوا. ونديره ثاني هو في المقله، نزيد عليه شويه تاع زيت ونزيد شويه ملح وندير البصل تاعي حتى لي يتكرمل لي، خليه يتقلى حتى لي يتكرمل لي. وهنا عندي دانت اشي كما راكم تشوفوا، ندير له التوابل اللي عندي هنايا شويه تاع ثوم رابي، شويه ملح، شويه كمون وشويه حرور كما راكم تشوفوا، ونتبل قاع اللحم. هنا الا كان عندك دانت اشي ولا دجاج اشي ولا لا فيوند اشي اللي عندك ولا طون اللي كاين عندك في الدار، حضري بهذا الميني بيتزا. وذاك ندير اللحم تاعي بعد البصل تكرمل لي، ندير اللحم تاعي يطيب، نهفت عليه النار ونخليه يطيب على غرضه. وهنا كنتي بيتوجد العجينة البيتزا، دارت مغرفة كبيرة بومبي تاع خميرة الخبز ومغرف وشوية تاع سكر كما راكم تشوفوا، وتزيد عليها كاس حليب دافي وتزيد كاس إلا ربع ثاني حليب دافي، ولا ما كانش عندك الحليب ديري كاس حليب وكاس إلا ربع تاع ماء. تخلط الخليط كما راكم تشوفوا وتغطيه حتى لي تتفاعل الخميرة تاعك. بعد اللي تفاعلت الخميرة تاعنا ذاك نزيدوا لها تخلطها شويه وتزيد لها كاس تاع زيت تاع لاتاي كما راكم تشوفوا، هذا كاس تاع لاتاي، وتخلط وتزيد حبه بيض كامله وتخلط، وتزيد وحده ياغوت طبيعي وتخلط كما راكم تشوفوا. وهنا تزيد مغرف تاع ملح، الملح على حساب الذوق، ومغرفة صغيرة تاع خل تجينا العجينة شيشة وطرية. وهنا تزيد الفرينة ونزيدو مغرفة صغيرة تاع خميرة الحلوى اللي هي 5 غرام، وتخلط الفرينة راهي مغربلتها وتخلط حتى لي تتحصل على عجينة لازم تخليها طرية. راك تجيب مغرفة كبيرة تاع زبدة وتدخلها قاع في العجينة كما راكم تشوفوا، وتلايمها غير بيديها كما راكم تشوفوا، وتغطيها وتخلي العجينة حتى لي تخمر. وهنا عندنا مايونيز، لا كريم فريش، ياغوت ناتشور، فرماج لي رابو والزيتون الكحل. هذو هما المقادير. وهذا هو مال اللحم بعد اللي طاب، وهذيك لاصوص تاع الطماطم والفرماج ثاني رابيناه، ذاك تخدم العجينه تاعها. بعد اللي خمرت العجينه ذاك ديجاجي لها كاع الخمور كما راكم تشوفوا على هذه الطريقه، وتجيب اللوحه دير لها شويه تاع فرينه وتقسم العجينه وتخبزها. وتجيب الحلال وتحل العجينه تاعها، لازم ترقي العجينه تاعك
باه تجيك ميني بيتزا ماشي تجيك خبز. وتجيب هذا الطبق الدائري وتطبع كاع العجينة تاعها على هذه الطريقة. وتحط العجينة تاعها في السني اللي راهي راشيته بالفارينة كما راكم تشوفوا، وتغطي على العجينة ولازم تخليها تطلع. بعد العجينة ما طلعت داك نديرو شوية تاع طماطم كما راكم تشوفوا، طابت حميمرة بلا ما درنا لها طماطيش تاع القوطي. ونزيد هذاك اللحم اللي طيبناه مع البصل، نديرو فاني شوية تاع اللحم مع البصل اللي طابلنا كما راكم تشوفوا. ما درناش فيه قطرة تاع ماء، خليناه طاب على غرضه، هفتنا النار وخليناه طاب على غرضه. وهنا عندي زيتون الكحل، فاني نزين بالزيتون الكحل. ونزيد شوية تاع لاكريم فريش، لا عندك ديري ما عندكش استغني. ونزيد ذاك الفرماج اللي رابيناه كما راكم تشوفوا، ورانا شاعلين كوشتنا. هذا البيتزا تعاونت انا وكنتي، وهي جهة واحد البيتزا شنقولكم ولا اروع، بنينة بنينة وصدقوني. وزادت هنا زينت بشوية تاع معدنوس. وندخلوها طيب. وها هي بعد اللي طابت دارت هذاك المايونيز في لابوش وراهي تزين فيها. وهذه هي البيتزا تاعنا، ان شاء الله تكون عجبتكم، وتراسلوني في التعليقات وتقولوا لي واش رايكم. ونطلب البنتي عويشة اللي ساكنة في اسبانيا، نقولها ربي يرزقك بالذرية الصالحة والصحة اللي هي أهم، وله لا يحرم مؤمن من ذرية. وكما راكم تشوفوا هنا وصلنا لنهاية الفيديو، ونقسم معاكم حبة كما راكم تشوفوا جات بنينة والذوب في الفم خير من اللي تشريها من برا. وهذه هي جدات آمين تجيب لكم غير الساهل والماهل مع فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة يا حبايب قلبي.